جسدك خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، وروحك خلقت في السماء فغذاؤها من السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليش ضنكا؟ لأنه لا يغذي غذاء روحي، ولذلك مهما أغدق هذا الإنسان على جسده من المطاعم والمشروبات والسيارات والزوجات والأولاد والملذات والسفرات كل مهما أغدق، كل هذا أرض 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 أرض، كله غذي جسد، الروح ما تأكل شيء. لكن لاحظ نفسك لما ذاك اليوم يفتح الله عليك ثم تذهب وتصلي ركعتين في المسجد قبل أن تقيم الصلاة، سبحان الله تخرج بشعور غريب. ما هو هذا الشعور؟ معناها أن روحك بدأت تأكل. وذاك لا يمكن الإنسان يعيش في هذه الحياة بتوازن إلا إذا وازن بين جسده وبين روحه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.